حافلة النقل في مدينة الرباط من أجمل الحافلات في العالم. هنا في باري ما عندناش، في فرنسا ما كاينش، يعني كاينين ولكن ماشي بحال هاد الجودة ويعني وما شاء الله والحافلات نقية ونظيفة وراكم تعرفوا يعني حافلات من الطراز العالي. هاد الحافلات ما عندناش حنا، راك شوف حنا الكارثة اللي وقعت عندنا كارثة، ويجيك هنا واحد يقول لك يا ودي حنا عندنا كارثة في الحافلات. شو الحافلات كي دايرين هذه في مدينة الرباط في العاصمة؟ يعني إلا جيت تقارن العاصمة مع العاصمة هنا الحافلات ديال مدينة الرباط المغرب ما شاء الله يعني حاجه روعه. انتم نحط لكم تصاور هنا وتشوف هذاك الشيء يعني، وفيها حتى لاكارت لا بولمو دير بحال تسارجي بحال في اوروبا تسارجي لا بولمو ديالك وتركبهم منا وتفوتها المهم كل شيء نظيف، كل شيء نقي من الداخل ديالها، نقيه جديده. المحطه ديالها يعني حتى تكون المحطه ديال الحافلات هنا كي دايره محطه من اجمل المحطات سبحان الخير. والله المحطه ديال الكيران هذه ديال الكيران ديال الاخر من اجمل المحطات كاينين. شفت كي دايره ما شاء الله، دايره بحال الحلزونه، واحد المحطه دايره بحال الاخر، واحد المحطه ما شاء الله قدامها بنيه تحتيه رائعه، يعني قدامها كل شيء خضار، الدنيا خضراء كل شيء. هذه من جهه ديال الحافلات. روح دخلوا للترامواي في مدينه الرباط ما شاء الله حتى هو كاين. مدينه الرباط فيها ترامواي عالمي، يعني انتم تشوفوا الترامواي كي داير يعني ما شاء الله في طرقات يعني عالميه، يعني كل شيء زين. هذه ديال الترامواي والحافلات، يعني الحافلات هذو كاع ما نبقاوش ندخلوا نناقشوا في ما تدخلش تناقش مع شي مغربي في حافلات اللي عندهم حافلات ما شاء الله. هذه غير في مدينه الرباط. مازال نديكم قاعدين نساري بكم المدن قبل لا كوب دافريك ان شاء الله ندير لكم كل نهار مدينه. هذه مدينه الرباط الحافلات، وهذا الترامواي شوفوا كي دايرين ما شاء الله، يعني حاجه روعه. دروك غادي نمشيو للطرقات، نشوفوا البنيات الطرقات. شوفوا هاد الطرقات ديال مدينه الرباط كيفاش داير. انتم تشوفوا، غادي نوريكم تصاور ديال الطرقات. شوفوا الطرقات كيفاش داير. الطرقات ديال مدينه الرباط من احسن الطرقات، نظيفه نقيه. طريق تحشم تركب بها بزبارك، تمشي فيها بزبارك تحشم. هذه طرقات في مدينه الرباط، يعني الطريق نظيفه، طريق نقيه، طريق تشوف فيها وجهك. لوتوروت يعني تمشى انسان يتمشى يشوف فيها وجهه، والجنبات ديالها كل شيء روعه. المدينه الطرقات ديالها كل شيء روعه، اللي في وسط المدينه واللي خارج المدينه. وتشوفوا المدينه عاود من فوق كي دايره في الطرقات، يعني حاجه عالميه، يعني حاجه تفتخر بها. يعني كعاصمه عندك عاصمه بحال هذه تفتخر بها وتهضر عليها وتجي عليك. مش عندك انت واحد الحار في وسط العاصمه، يعني راه كارثه. مش عندك انت حافلات بحال هذو كارثه يمشيو فيها مساكين ضحايا ويمشيو فيها. علاش؟ علاش الواحد من يهضر معاكم تجيو نتوما تلي كومونتير ولا واحد يسبك ولا انا نهضروا على الواقع. انا خصني عاصمه بحال هذه ديال مدينه الرباط الله فوق احسن بها، بصح باش توصلها خاصنا واحد 10 سنين 15 عام. هذه حقيقه. هذا تشوف الطرقات، تشوف البنيه التحتيه روعه. تشوف المحطات، شوف المحطه ديال القطار اكدال. شوف المحطه ديال القطار اكدال، ها يتفرجوا فيها كي دايره من برا من الداخل. تشوفها المحطه احسن من المحطات اللي كاينه هنا في اوروبا. هذه محطه ديال القطار، هذه ديال اكدال. كاين محطه جديده ديال تي جي في راهم يديروها قرب الملعب ديال مولاي عبد الله، قرب قدامه يحطك من هنا وهو لتحت وتدخل وتفرج الملعب. هذه محطه ديال تي جي في بوحدها. علاش ما يكونش عندنا حنا بحال هاد الحوايج؟ ما نهضرش عليك مع المآثير ديال الرباط. انا عندي حطهم هنا. شوفوا المآثير ديال مدينه الرباط، مآثير كلشها ما شاء الله، بنيه تحتيه روعه. تشوف هذاك ديال محمد السادس كي داير، تشوف المسرح، تشوف كل شيء في مدينه الرباط. اي بيان سور خاصك انت تكون بحالهم، ولكن ماشي تجي تنتقد. لا خاصو هذاك البيس اللي دار حادثه، هذاك البيس اللي عطيوه لهم هذاك الحديد. ياك روح شوف مدينه الرباط، ومازال غادي ندورك على المدن هذه اللي غتاخذ كاس افريقيا كامله، اللي غتليكو فيها كاس افريقيا تشوف فيها. روح شوف غير بركان، الحدود ديال بركان فيها ليبيس اللي ما كاينينش. ونهضروا نبقاو فيها البريفي وفيها ديال الدوله عادي. ومدينه الرباط راه فيها ما شاء الله. هذا وريت لكم كلشي، المآثير ديالها، العمران ديالها، الاخر على الناس وسط العالميه. وحنا مازال نهضروا على بيس حصلنا باش نشريوه، لحقاش لا بناوات لا روينه كحله لا والو. راه حقيقه. ها مدينه الرباط من اجمل المدن. راكم غندخلوا الملاعب ديال مدينه الرباط، نوريكم البنيه التحتيه في ظرف قياسي. ملعب مولاي عبد الله بقى له 17 يوم يتفتح. من احسن الملاعب. هذا تشوف فيه من احسن الملاعب. ملعب مولاي عبد الله 70,000 ما تقارن حتى مع ملعب. ما يجيش انا واحد يقول لك لا احنا عندنا واش عندك ثلاثه
3 مبلعين لا 4 مبلعين. ملعب مولاي عبد الله 70,000 متفرج من اخر ما كاين، اخر ما كاين في السوق. باش تقدر دير ملعب بحال هذاك راه خاصك مده ومده. الملعب هذا ندار في ظرف وجيز. ملعب مولاي الحسن اللي غادي نلعبوا فيه كنت تشوف المنطقه اللي قدامه راس كيشيب. ملعب مولاي الحسن ها غادي نوريكم حتى هو اخر الصور اخر التحديثات حتى هو قريب يسير. راهم غادي يبداو في السقف. السلام عليكم. علاش ما تكونش بحال هكذا؟ علاش ما نكونوش بحال هكا؟ ملعب البريد. ملعب البريد عاود هذاك شوف جا صغير وفيه واحد الجماليه داهم كاع الجماليه. ملعب البريد تا هو ملعب ما شاء الله صغير كما قال له الاخر. حنا ما قدروش لانه حنا عندنا وحدين من تهضر على اللي باش خاصهم يتغيروا خاص بزاف الحوايج يقول لك نتوما بياع نتوما راكم تخدموا مع المخزن مع القجع مع شكون تقول الداله فيك. انا نهضروا غير الحقيقه نبينوا لك غير الحقيقه. بينت لك هذه مدينه الرباط غير واحد شويه من بزاف ما بغيتش نبين لك بزاف باش قلبك ما يوجعكش. هذا ملعب بريد. ملعب الاولمبي راه قدامه ما شاء الله تخدم في 8 شهور هذاك ولا 9 شهور. هذه غير شويه ملاعب في الرباط. البنيه التحتيه اللي وريتها لك مارينا قدام كلشي. هذاك الشيء اللي وريتوك راه حقيقه. بين مارينا المدينه ما شاء الله. الفنادق ما غاديش نوريك الفنادق قلبك راه ما بغيتش. الفنادق راه موجودين اجمل فنادق في المغرب. الفندق اللي غادي يكون فيه المنتخب الجزائري ديال قدام ابي رقراق. تركب هاك تشوف المسرح وتشوف ابي رقراق. علاش حنا ما قادرينش نوصلوا بحال هذا الشيء؟ لينا حنا ما بغيتش نبين لك مركز محمد السادس اللي في سلا. مركز محمد السادس كاين الاخر ديال الطيارات مطار ديال الطيارات في سلا راهم يكبروه. علاش قادرينش توصلوا بحال هذا الشيء؟ تعرف فاش تهضروا توصلوا غير في الحوايج اللي كار دار حادثه الله يرحمهم خاصنا هذوك الحديد خاصنا ياك تعطيهم حتى المغرب تا قادر. روح شوف المغرب والله قلبك يوجعك نختم لك بالله غير تمرض. نحطك نهار يومين في الرباط دور الرباط كامله نقسم لك بالله قلبك يوجعك. الا ما كانش عندك النفس وتهضر على الحق راه مشكله. يعني الانسان انت تشوف الواقع. مدينه الرباط من اجمل المدن في العالم. شوفها وتفرج فيها وكحل فيها عيني من كل شيء. ما من كل شيء. مآثير ديالها القديمه تراث تاريخ كل شيء. باش ما بغيت راهم معاك في الرباط. انا نديتك العاصمه عاد من بعد غادي نجولك لطنجه ونديك الدار البيضاء. الدار البيضاء هذيك ما نهضرش عليها. الدار البيضاء حاجه اخرى. ونديك لاكادير ونديك لمراكش احوس بك ونديك لفاس. غادي ندير لكم كل نهار ندير لكم حلقات. الحلقه الاولى هذه الحلقه الاولى. خاصكم تكونوا شويه اذكياء. نكونوا شويه حتى حنا تجيك النفس. واخا هما فاتوك 15 عام قادر توصل غير بشويه باش نوصلوا. كنتو ما بغيتوش كاع تقعدوا ما كانش. تجي انا تقول لي راني درت فلان وفلت فلان والسائق الحافله. سائق الحافله مسكين غير خدام مسكين الله يحسن عونه. واش غادي يدير؟ طردت به الجراره ولا مشى ولا الحفره ضرباتها ومشى كلشي. يلا غالب. اليوم انا عطيتكم مدينه الرباط. تفرجوا في مدينه الرباط. حافلات مدينه الرباط. ترامواي مدينه الرباط. واللي بغى يشد الطياره ويمشي يشوفها راه موجود. ويجي يكذبنا احنا على الواقع. هذا هو الواقع. ما كانش هنايا الذكاء الاصطناعي معنا ولا الذكاء. هذا هو الواقع. اللي راه يخدم بالذكاء الاصطناعي خلينا له الذكاء الاصطناعي نقدروا نضرب الواقع. المهم هذا شويه من بزاف. ومن بعد غادي نزيدوا لكم الحلقه الزوجه وان شاء الله غادي نختاروا المدينه. يمكن نوليو نمشيو للدار البيضاء ونجيبوها عاود مدينه بمدينه ان شاء الله باذن الله باش قلبكم نوجعوا لكم الشيء اللي كاين. وهذه هي الحقيقه. يلا السلام عليكم تهلاو براسكم الى فيديو اخر ان شاء الله.